برضو مع بعض سريعا. بسم الله. صلوا على حبيبكم النبي كده. اللهم صل عليه. طيب ده الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. طبعا احنا زي ما قلنا احنا بنعرف ان احنا نفتح ازاي اللي احنا هنشتغل عليه. فتحنا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هنشيل طبعا الخلفية، هنخليها خلفية بيضاء زي ما كان بالظبط. طيب انا نفذت فكرة امبارح وناس كتيرة قوي ما عرفتش تنفذها، فاحنا النهارده هنقول كده في خطوات سريعة ازاي تنفذ الفكرة دي. قلنا ان احنا ممكن تخرج شخص بره الاطار. في الاول انت ازاي تجيب اطار اصلا؟ احنا قلنا ان احنا بنروح للعناصر، بعدين بندخل على الاطارات زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض اهو. بننزل تحت شويه، بنروح للاطارات، اطارات الصور، نعمل سيرش جوه مثلا ان احنا عايزين هاتف. خلينا ان احنا نعمل سيرش عن هاتف. طيب بعد ما جبنا الموبايل اللي احنا نشتغل عليه، هو عباره عن اطار بالظبط، عباره عن اطار بنحط جواه الصوره. طيب هنا تقدر طبعا، تعالى نشرح من الاول خالص ايه اللي ممكن تعمله مع حاجه زي دي. اول حاجه ممكن تدوس استبدال، وهنا بتقدر تستبدل الصوره اللي انت عايز تحطها مكان الاطار اللي انت شايفه. طيب او جوه الاطار اللي انت شايفه. بعدين بتدوس على اللون، اي لون انت عايز تغيره في الشكل اللي انت شايفه قدامك بتغيره، مفيش اي مشكله. ممكن ان انت كمان تضيف حركه. بيقول لك مثلا ظهور، انت عايز تعمل ظهور بطيء اهو، عايز تعمل مثلا تلاشي. ده لو انت بتشتغل على فيديو او حاجه بتعرضها، حاجه زي كده مفيش ادنى مشكله. احنا نخليه بدون حركه. طيب عايزين مثلا نخلي الشفافيه بتاعته قليله شويه، وده كنا عاملينها في فيديو على اليوتيوب، كان فيديو الانعكاس. فطبعا لازم في الانعكاس لازم تكون الشفافيه قليله. طيب بندخل على الطبقات. الطبقات هنا طبعا ده الطبقه الوحيده اللي موجوده دلوقتي، فطبعا الطبقات لسه مش هيبقى ليها فايده دلوقتي غير لما تيجي قدام شويه. عندك هنا تحديد او اسف الوضع طبعا مفيش اي حاجه موجوده غير الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. فطبعا هنا تقدر تعمله لقدام اللي هو فوق الحاجه اللي موجوده، او ان انت تعمله للخلف. ده كله برضه مش هيظهر فايدته دلوقتي. عندك هنا الدفع، هنا ممكن يظهر فايده الدفع شويه. ما احنا مثلا لو شايف هو بيتحرك ببطء قوي لفوق، لو انت واخد بالك انا دايس على الشكل فوق بيتحرك فوق، هدوس على الشكل تحت او يمين او شمال زي ما انت شايف بيتحرك بالشكل ده. طيب هو حركة بطيئة ممكن عينك ما تلاحظهاش، ولكن هي مهمة جدا جدا. عندك هنا المزيد، تعمل نسخ منه. مثلا عملت نسخ للهاتف اهو، واروح الصفحة التانية، مثلا عملت صفحة تانية اهو، بروح اختار الخيار التاني موجود وهو لصق. تمام. عند اللصق جه ممكن اعمل تحديد ان انا احدد كذا شكل مع بعض وبعدين اعمل لهم تجميع. عندنا مثلا ان احنا ممكن نعمل تعليق لو احنا دخلنا من الرابط اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، لو احنا اللي كنا داخلين مش احنا اللي عاملين مشاركة للرابط ده. عندنا اهو تاخد مثلا الرابط، او ان انت تضيف رابط للشكل اللي انت شايفه قدامك ده. لو انت بتعمل ويب سايت تحط الرابط هنا ويبدا الشخص يدخل يدوس عليه، هيعرض معاه الشكل اللي انت حاطه جوه او الرابط اللي انت حاطه جوه الشكل. طيب هنا اغلاق، لو انت مش عايزه يتحرك تاني خلاص انا عملت له اغلاق. لما اجي اختاره مش هيتحرك معايا، مش هيطلع معايا فوق، مش هينزل معايا تحت. هو مقفول لو انت مثلا بيضايقك تحرك العناصر وانت شغال. طيب هنروح على النقطة اللي بعد كده وهي تثبيت الوضع. هو كده ثابت، يعني هو كده مش هيتحرك، تقدر تعدل عليه وهو ثابت مكانه. تمام كده. تمام. نقدر برضو طبعا اهو نعمل له فتح، مفيش أي مشكلة. هندخل على نص بديل، تكتب هنا يعتبر وصف للشكل اللي انت شايفه، مفيش اي مشكلة. وعندنا اخر حاجة وهي الحذف. طيب تقدر كمان ان انت تعمل حاجتين تاني، ان انت تعمل له تكرار وهو في نفس الصفحة اللي موجودة. بقى عندنا 2 منه، بقى عندنا 10 منه، مفيش اي مشكلة. طبعا انت لو خدت بالك انا لما كررت الشكل، تعال نشوفها مرة تاني. انا لما كررت الشكل جه على المساحة اللي انا عملتها بالظبط في الشكل اللي قبله. يعني احنا لو حطينا الشكل ده هنا وعملنا تكرار، هتشوف مثلا هو طلع فوق الشكل موجود. لو انا حطيته ما بينه وما بين ده مفيش، وعملت تكرار تاني هتلاقي اللي بعده جه بنفس المساحة بالظبط. طبعا مفيش اي مشكلة. هنا برضو يظهر وقت التجميع والطبقات.
عندك هنا كلمة طبقات، هيظهر لنا كل واحد من دول طبقة، وأنا عايز أحرك ده فوق ده. لو أنت مثلا شايف أنا عايز أحط ده فوق أهو، ده بقى ورا. لو أنا طلعته، لو أنا زقيته بس كده فوق أهو، بقى هو الموجود فوق. لو أنت خدت بالك طبعا زي ما احنا شايفين أهو، هو كده بيرجع ورا، كده بيطلع قدام. طيب عندنا إيه كمان؟ ممكن نعمل تحديد، نحدد 1 و2 و3 و4 ونعمل لهم كلمة تجميع، نبدأ إن إحنا نحركهم، مفيش أي مشكلة. طيب إيه الميزة؟ ممكن نعمل تكرار لنفس العنصر ليهم هم الأربعة مرة واحدة، ممكن نعمل لهم حذف هم الأربعة مرة واحدة برضه، مفيش أي مشكلة. ممكن نحدد واحد فيهم ونحذفه وهم جوه الشكل زي ما إحنا شايفين. طبعا دي كلها ممكن حاجات تكون بديهية بالنسبة لك، ولكن في حد تاني ما يعرفهاش، وعلشان كده إحنا بنشرح حاجة اسمها من الصفر. فلو أنت شايف إن الحاجات دي هي يا كابتن أنت بتقول إيه ده حاجات يعرفها الأطفال، فاعذرني، أنا كنت معرفش الحاجات دي في يوم من الأيام. طيب احنا هنعمل برضو حاجة اسمها تفكيك للعنصر، وهو عملنا تفكيك. هنا برضو هنحط مثلا الشكل ده فوق الاثنين الموجودين، واروح على كلمة الوضع لان احنا ما شرحناش فايدتها ايه، ونخلي ده الى المؤخرة بقى هو اللي تحتهم زي ما احنا شايفين اهو، بقى هو اللي تحت. طيب انا عايز احدد الموبايل اللي تحت دلوقتي، احدده ازاي؟ هدخل على كلمة الطبقات دي ونروح نجيب الطبقة اللي هي ورا، بعدين مثلا انا عايز اطلعه قدام. عندي ان انا ممكن اطلعه قدام كده، مفيش اي مشكله، او ان انا اطلعه من الوضع. عندي برضو استخدام تاني في الوضع وهو المحاذاه. لو انا دوست على كلمه المنتصف هيجي الموبايل في النص بالظبط، ممكن اعمله الى اسفل او الى اعلى او الى اليسار او الى اليمين، مفيش ادنى مشكله. وده كله يعتبر بمقاسات وحاجه كويسه جدا. حاجه اسمها متقدم، ده بيقول لك الحجم اللي انت شغال عليه، لان انت ممكن تعمله صغير مثلا كده، مفيش اي مشكله اهو. فلا انت كده مؤمن شويه من الحته دي، لان انت تقدر تاخد المقاسات دي وتشتغل على نفس الشكل عليهم على طول. طيب أظن إن إحنا وضحنا كذا نقطة مهمين في شكل العنصر اللي أنت هتجيبه، تقدر تعمل له إيه وتعمل له إيه وتعمل له إيه. هنا طبعا مش متاح معاك قص الشكل اللي أنت شغال عليه، لأن إحنا شغالين على إطار. فلما حد يجي يقول لي طب الصورة اللي أنا حطيتها ما بتتقصش، ما أكيد مش هتتقص لأن أنت حاططها جوه إطار، الإطار ما بيتقصش، ما ينفعش يتقص منه حاجة. الديزاين بقى اللي إحنا كنا شغالين عليه هو عبارة عن صورة زي دي مثلا. طبعا أنت أول ما بتحدد الصورة إحنا بندخل على التحميلات نجيب الصورة أهي، أروح أحطها هنا. خلاص الصورة اتحطت جوه الشكل، خلينا نغير اللون بتاع الخلفية، خليها مثلا مش عايزين اسود علشان يبقى الشغل باين، فهنخليها مثلا اصفر او لون متدرج، خليها في لون متدرج. طيب عندنا الشكل زي ما احنا شايفين، نرجع برضو مفيش ادنى مشكلة. جبنا الصورة، طبعا المفروض احنا بنكرر الصورة في الاول ونعمل لها تكرار، وبعدين بنحط واحدة جوه الموبايل والتانية بنخليها بره الموبايل. اللي بره الموبايل احنا بنروح على ابلكيشن اسمه ريموف بي جي. الريموف بي جي ده بقى بنعمل من خلاله ايه؟ بنشيل من خلاله الخلفية، بدل ما احنا بنشيلها من هنا مدفوعة بنشيلها من على ريموف بي جي مجانا. طيب تقدر تكتب اسم الابلكيشن ده عندك علشان هتحتاجه، هو ريموف بي جي. الناس كلها كتبته على اي ورقة وعلى فيشات بتاع حد او اي حاجة، علشان هتحتاجه في التاسكات ان شاء الله. التاسك بتاعك هيتعامل من خلاله. واحنا هنا هو طبعا اسمه بي جي ريموف عندنا هنا، ولكن هو الابلكيشن اسمه ريموف بي جي، او الويب سايت اسمه ريموف بي جي. طيب احنا عملنا الشكل اللي شايفينه قدامكم ده، طبعا دي صورة. كان في حد من شويه بيقول لي الصوره ما بتتقصش عندي، لا الصوره هنا بتتقص اهي، يعني انا اقدر اقص الشكل اللي انا عايزه بدون ادنى مشكله. عندنا الشكل ده انا عايز مثلا الصوره اطلعها قدام شويه او ارجعها ورا شويه، فانا لما بتك تكتين بسرعه بيجيب لي الشكل ده. تمام تمام. عايز مثلا ان انا اطابق الشكل ده على ده، فانا اول ما بقرب بايدي زي ما احنا شايفين بيعمل ايه؟ بيخلي الصوره تدخل جوه الموبايل على طول. فانا عايز مثلا ان انا اخلي ايدي بعيدة عن الموبايل بقدر الامكان لحد ما انا اقرب الصورة منه، وبعدين هبدأ اشتغل من الدفع. طيب احنا في الاول اهو بس هنظبط مقاسات، وبعدين هنشتغل من الدفع بحيث ان احنا نظبط الشكل مع بعض. طبعا هو هنا اتظبط بسرعة شوية. لو انت عايز تشتغل من الدفع مفيش ادنى مشكلة في ان انت تدوس على كلمة الدفع دي وتبدأ تطابق ما بين الصورتين لو انت مش متطابقين معاك. انا طبعا هنا
عملوا تطابق سريع، مفيش ادنى مشكله. ودي الفكره اللي الناس مصعباها قوي 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 على نفسها. طيب احنا كانت دي الفكره. طيب انا لو جيت احرك الموبايل دلوقتي او احرك حاجه منهم، هتلاقيها كل واحده لوحدها. فيجي بقى دور ان احنا نعمل تجميع للشكل ده. قلنا طبعا التجميع بيجي منين؟ بيجي من الطبقات. بندوس تحديد ونحدد الاثنين وبعدين بنعمل تجميع. خلاص كده عندنا الشكل اتجمع مع بعض، نقدر نحركه زي ما احنا حابين. فاحنا هنحركه ونخليه مثلا في الجانب اليمين هنا. هنروح على الخلفية وعايزين نعمل لها استبدال. هنروح على كلمة خلفية أو إن إحنا ندخل على بيكسلز في الأول. خلينا إن إحنا ندخل على بيكسلز الخلفية، دي فكرة سهلة. فخلينا في الحاجات الصعبة اللي ممكن تقف قدامك وأنت بتشتغل. هنروح على بيكسلز أهو. إحنا أصلا مش رابطين الأبلكيشن بيكسلز، لكن هنربطه ببيكسلز الأول. تمام، إحنا كده ربطنا الأبلكيشن ببيكسلز، بقى ظاهر عندنا بيكسلز بدون أي مشكلة. هنكتب هنا مثلا كلمة صحراء. جبنا الصحراء اهي. هي فكرة الديزاين طبعا احنا زي ما احنا شايفين الصورة موجودة عندنا. نشرح بقى اللي ممكن تعمله في الصورة. عندنا ممكن نعمل لها استبدال، نجيب صورة مكانها، او ان احنا نعمل لها تأثيرات زي ما احنا شايفين، ان احنا نشيل خلفية او نحسن الجودة، او ان احنا نعمل التركيز البؤري اللي هو نعمل بلور ورا الصورة او ورا الشخص اللي موجود في الصورة، او ان احنا نحطها في موك اب، او ان احنا نعمل لها ظل زي الظل اللي احنا شايفينه قدامنا مثلا ده. طبعا هنا الشكل هيبان بظل اهو. فدي طبعا حتة الظل دي بتيجي من التأثيرات علشان لو حد ما خدش باله برضو منها. ودي كلها أشكال للتأثيرات. طيب بتيجي هنا عندنا بتعمل فلتر مثلا، بتغير في الألوان بتاعتك بقى والأشكال والحاجات دي اللي هي الحاجات بتاعت البنات شوية، هم بيحبوا يقعدوا يغيروا في الألوان بتاعت الصور. عندنا هنا في الضبط برضو ممكن تغير درجة اللون أو درجة السطوع والتباين بتاعها والتشبيع بتاع الألوان، وإن أنت تخليها باللون ده وإن أنت تخليها باللون ده وهكذا. دي كلها حاجات موجودة هنا. طيب ممكن تخليها طبعا إيه عليها بلور أو من غير بلور. طبعا إحنا هنرجع كل الخطوات دي ونخلي الصورة الأصلية. تمام. عندنا مثلا ممكن نعمل قص هنا أهو. جزء إن إحنا نقدر نقص من الصورة. كان في حد برضو يقول لي ممنوع إن إحنا نقص من الصورة عندنا في الأبليكيشن. طيب إضافة حركة. زي ما احنا قلنا هي إضافة الحركة للشكل اللي كان موجود العنصر، هي إضافة الحركة للنص، هي إضافة الحركة للصورة. كلهم تقدر تضيف لهم حركة. عندنا شفافية الطبقات والكلام ده كله مفيش أي مشكلة. بندوس بقى على كلمة المزيد. كلمة المزيد هنا بتظهر لك بقى حاجة إضافية للصورة، وهي استبدال الخلفية. أول ما تدوس على استبدال الخلفية بقت الصورة اللي معاك هي الخلفية بتاعتك. كده أظن الكلمة واضحة. طيب عندنا مثلا إضافة. عايزين نجيب شخص يكون بيتكلم في التليفون. هندخل برضو شخص يتحدث في الهاتف. هيجيب لنا ناس كتيرة بتتكلم في التليفون، فاحنا هنختار الأنسب إن هو يكون واقف في الصحراء في عز الشمس ونحطه في المكان ده. طبعا امبارح اخترنا شخص، عايزين نختار شخص مختلف النهارده. الراجل ده هو المناسب إن هو يتحط في الشمس، أو دي ست كمان. راجل ولا ست؟ ما علينا، خلينا إن الشخص ده هو اللي مناسب إن هو يتحط في المكان ده. لأنه طبعا من طبيعة لبسه أو طبيعة عمله في إن هو بيكون في الأماكن دي. هنشيل طبعا الخلفية بتاعته، هنشيلها من ريموف بي جي بدون أدنى مشكلة. تمام تمام. شلنا الخلفية من هنا بي جي ريموف، مفيش أدنى مشكلة برضو. بعد ما الخلفية هتتشال احنا عايزين نعمل لقطة مهمة جدا، وهي انعكاس. نخلي وش الشخص باصص على الشكل اللي قدامنا. طيب هنا عندنا زي ما احنا قلنا بتظهر عندنا الضبط القص، كمان بيظهر عندنا الانعكاس. هنعمل انعكاس كده، هو باصص للشخص اللي جاي. طيب الديزاين ده معناه ايه؟ معناه ان انا اول ما كلمت الشخص ده ظهر لي على طول وهو مثلا
امازون. عندنا هنا ابلكيشن جميل جدا بيظهر لنا اي علامه تجاريه احنا عايزينها. انت متخيل تقدر تربطه بالابلكيشن؟ ممكن نعمل فيديو عنه ان شاء الله. طيب هنا عملنا سيرش على amazon.com، ظهر لنا الاشكال اللي شايفينها قدامكم دي. هناخد منها الشكل المناسب وهنحطه كلوجو للديزاين بتاعنا. تمام. تمام. نقدر بقى ان احنا نضيف نص. خلينا مثلا ان احنا هنحط اللوجو تحت، تعالى نحط اللوجو بقى على الكرتون اللي جاي. تعالى يلا بينا هنظبط شكل اللوجو اهو، نحطه على الكرتون اللي جايه مبعوثه، اللي احنا المفروض ان احنا هنستلمها، وده بيدل برضو ان احنا هنستلم الحاجه دي. مفيش اي مشكله. نقدر طبعا نقلل الشفافيه بتاعتها عشان نخليها طبيعيه اكتر، ولكن مش وقتها واحنا ما بنعملش حاجه هنسلمها للعميل. طيب هنروح على النص، هندخل على النص وبعدين هنعمل سيرش وهنجيب الخط المناسب. عادي مفيش اي مشكله، ممكن نضيف خط جاهز، وبرضو هحاول اعرض لكم الحاجه بنستخدمها ازاي. خلينا ان احنا نقول امازون ونشيلها في جنب كده عشان عندي فكره ليها، وبعدين نروح نكررها تاني ولا توصل لك في اي مكان. طيب عايزين نغير حجم الخطين. تعال نعرض بقى ايه الخيارات اللي بتجيلك لما بتجيب الخط. اولا بيقول لك تعديل، بعدين بيقول لك الخط، بعدين بيقول لك النمط. طبعا احنا عارفين تعديل وعارفين الخط، انما النمط ده بيقول لك انت هتكتب بعنوان رئيسي ولا عنوان فرعي ولا النص الاساسي. خلينا ان احنا قلنا عنوان فرعي للاثنين. طبعا مش هي دي الطريقه اللي انت تصغر بيها الخط، ولكن احنا برضو بنعرض لك الشكل اللي انت تشتغل عليه، ولكن هو طبعا كمان اعلان رئيسي. خلينا احنا نقول الحجم، هو ده الحجم، الطريقه اللي انت تغير بيها حجم الشكل بدون ادنى مشكله. عندنا اللون، انا عايز اللون بقى يكون لون الاورنج مثلا، او انا عايز اخليه باللون الاسود، مفيش اي مشكله. عايز اغير اللون التاني واخليه اورنج مثلا اهو، بحدده وبعدين بغير اللون بتاعه. طيب جميل جدا. هحط مثلا الشكلين جنب بعض، خلينا ان احنا نروح للنص شويه. تمام. طبعا مفيش ادنى مشكله ان انت تستخدم حاجه ورا الشكل، او ان انت تعمل بلور مثلا او الكلام ده كله، او تستخدم تاثير معين. احنا طبعا هنعرض كل الكلام ده مع بعض. عندنا هنا كلمه التنسيق، ممكن تدوس على البي دي تخليها بيج شويه اللي هي اكبر شويه، او ان انت تخليها معمول عليها نقط كل حاجه، او ان هي مترقمه كل سطر رقم، او ان هي معمول شرطه كده. ولو انت شغال على انجلش بتدوس على الاي دي او الاي كابيتال اي سمول، اللي انت تخلي الحروف كابيتال او سمول. هنا بتخلي الكلام يروح يمين او شمال، او ان هو يجي في النص زي ما احنا شايفين الخيارات الموجوده قدامنا. عندنا التباعد بين الحروف، تخلي كل حرف بعيد عن الثاني، او التباعد ما بين السطور نفسها. طيب كده الدنيا وضحت اكتر. عندنا كمان التأثيرات دي جزئية مهمة جدا. تقدر هنا تحط ظل معين بلون معين اهو، خلينا ان احنا حطينا ظل باللون الاسود علشان الشكل بتاعنا يظهر اكتر، او ان احنا ممكن نعمل طبعا شكل ارتفاع تخلي الشكل برضه يبقى ظاهر، او ان احنا نعمل تجوف مثلا. فكرة التجوف دي بالمرة واحنا بنتكلم كده سريعا، تعالى نعمل تكرار. هنحط الشكل ده هنا والشكل ده ورا، حطيناهم هما اتنين على بعض بالظبط. عملنا الواحد فيهم مثلا الوضع، وعملنا له دافع الى المؤثرة، مش فيها مشكلة. نروح عاملين الشكل التاني ايه بقى، ندخل على التأثيرات ونروح نفرغه. هذه التأثيرات اهي، عملنا له تفريغ كده زي ما انت شايف. هو تقريبا لا، احنا محددين كده نفس الخط، اسف، احنا كده لازم نحدد اللي قدام الاول مش اللي ورا. دخلنا على التأثيرات زي ما احنا شايفين بقى الشكل قدامنا ايه، جزء منه ورا الست او الراجل اللي احنا مش عارفين جنسه ايه ده، والجزء التاني قدام زي ما احنا شايفين. نقدر نحرك طبعا كده لو مسكنا خط. السؤال المهم بقى النهارده، هل دي ست ولا راجل؟ يعني ده ممكن يبقى التاسك بتاع النهارده. طيب احنا خلاص. هو انا متنمر كده صح؟ اظن انا متنمر على ما اظن يعني. ماشي. نجيب الطبقات
نحدد الكلمة اللي احنا مش محتاجينها وبعدين نروح مسحينها. مفيش مشكلة. هنرجع تاني للتأثيرات بتاعة الخطوط أو الأشكال بتاعتها أهو التأثيرات. عندنا قلنا نفرغ الكلمة أو إن احنا نعمل لها بالشكل ده أو إن احنا نعملها مجوفة بالشكل ده أو إن احنا نعمل لها إضاءة تخليها منورة كده أو إن احنا نعمل لها خلفية تمشي وراها أو إن احنا نعمل لها نمط الانحناء ده، ولكن الانحناء العربي ما بينفعش، بينفع بس مع الإنجليش أكتر. طيب خلينا إن احنا نرجع للنمط. خلينا إن هي متحددة كده بشكل خفيف علشان تبقى ظاهرة، وعملنا نفس الشكل أو نفس الكلام مع الشكل التاني اللي هي التأثيرات أهي. وطبعا نقدر نضيف الحركة اللي احنا قلنا عليها بكل سهولة. طيب عملنا طبعا ده أورنج وده أسود علشان يبقوا واضحين مع بعض أهو، مفيش أي مشكلة. طبعا اللونين اللي احنا اخترناهم دول هما اللونين بتاع أمازون علشان يبقى الموضوع واضح. طبعا تقدر تحط هنا رقم للتواصل مع أمازون أو أي حاجة أنت حابب تضيفها فأيا يكن الشكل اللي أنت عايز تنفذه. طيب أنا أقدر أقول إن أنا انتهيت، أنا كده السيشن بتاعي خلص. لو حد حابب يسأل على حاجة أو واقفة قدامه أي حاجة يقدر يتفضل يسأل.